ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني بجد جدا. انا عارفه ان انا مختفيه عنكم بقالي فتره، بس عشان للاسف مش موجوده في البيت. تعالوا مع بعض نعمل احلى اكله. دي جوع اخر الليل، بعملها لما بكون جعانه خلاص مش قادره. شايفين تحفه ازاي؟ قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، عشان انا بحب كمان تشجيعكم ليا دايما وكومنتاتكم، وبحب كمان تشاركوني حابين نعمل ايه تاني مع بعض ونجربه سوا. اول حاجه هنعملها هنجيب 3 بطاطسيات معانا هنسلقهم. الاكله دي يا جماعه مش هتاخد منكم بامانه 10 دقايق بالكتير قوي يعني. وعندي تومه، انا حطيت حوالي مثلا 4 فصوص توم، وكان عندي فلفل الوان حطيته. اي حاجه انتوا حابينها تحطوها، عايزين على فكره كمان تحطوا طماطم مفيش مشكله. هنحط رشه ملح وبعدين رشه بابريكا وشطه. الشطه دي اختياري انا عشان بنحب الاكل مشطشط. وهحط كمان كزبره وكمون ونقلب المحتويات دي مع بعض. انا استنيت على فكره، مش هستنى ان التومه تصفر، لا انا هخليها بس تشم كده ريحتها تطلع، وهنزل بالحاجات دي كلها مع بعض. وبعدين هنزل بالبطاطس بتاعتي دلوقتي ونقلبهم كلهم بقى في بعض ونسيبهم حوالي 3 دقايق بالظبط على النار. البطاطس يعني مش لازم تستوي جامد اللي هو خلاص هتتهرس، لا، عشان اقدر اكلها كده بالعيش. حطيت رشه بقدونس على الاكله وبس كده خلصت معايا بجد، ما خدتش 10 دقايق. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وجربوها وقولوا لي. حلوه جدا وخفيفه على المعده وبجد ما خدتش وقت خالص. وكانت يا جماعه ريحتها بجد كانت جميله جدا، عشان ريحه التوم مديها ريحه حلوه قوي مع البقدونس والبهارات اللي احنا حطيناها. بس هستناكم تقولوا لي رايكم، وشكرا ان انتوا اتفرجتوا للاخر. باي باي.